امام عاشور مش بتاع بلينات، امام عاشور بتاع حلويات. زي ما انتقدت امام عاشور على نفخ البالونه وعلى الاحتفال اللي ملوش 60 لازمه، وان الرد في الملعب احسن بكتير من الاحتفال اللي عمله، لازم برضك نشيد بافضل لاعب في مصر. افضل لاعب في مصر امام عاشور، لازم نشيد بيه. ردوا عليا انا شخصيا وعلى كل السوشيال ميديا في الملعب. هو ده الصح، الرد يكون في الملعب، ما يكونش في الاحتفالات، ما يكونش في الميديا. الرد دايما يكون في الملعب يا زميلي الكروي الاهلاوي. امام عاشور افضل لاعب حاليا في مصر، افضل كواليتي حاليا في مصر، من هاتريك في افريقيا لهدفين بيكسب بيهم النادي الاهلي عشان النادي الاهلي يبقى في صداره الدوري. لكن بقى نتكلم ككوره بعيدا عن احسن لاعب في مصر، لا، النادي الاهلي النهارده الشوط الثاني كلام تاني خالص. غيابات كتير، تأليف اوقات كده في التشكيل من مارسيل كولر، لكن بالرغم من كده عندنا لعيبه تقدر تغير، تقدر توريك ان احنا عندنا كوره. مبروك للنادي الاهلي، فوز مهم النهارده جدا. مبروك لافضل لاعب في مصر امام عاشور على الاداء الروعه اللي بيقدمه الفتره اللي فاتت. خليك مستمر يا امام، وخلي دايما الرد جوه الملعب. زميلي الكروي الاهلاوي، ما تنساش تقول لي رايك تحت في الكومنت في اداء الاهلي النهارده كمجمل، وفي اداء امام عاشور النهارده. سلام يا زميلي الكروي.